لما بنجيب سيرة بناء الثروة، أول حاجة بتيجي في بال أي حد إيه؟ الفلوس، صح؟ لازم يكون معانا مبلغ كبير عشان حتى نفكر نبدأ. بس في تحليلنا النهاردة هنكتشف إن في سلاح أقوى من كده بكتير. هو ده المكون السري اللي بيعمل الفرق الحقيقي على المدى الطويل. طيب، خلينا نسأل نفسنا سؤال مباشر كده. إيه هو أقوى سلاح في عالم الاستثمار؟ يعني لو الواحد لازم يختار سلاح واحد بس وهو داخل معركة الاستثمار، يا ترى هيختار إيه عشان يضمن إنه كسبان؟ ممكن الفلوس. أكيد دي أول إجابة منطقية هتيجي في بالنا. كل ما رأس المال يزيد فرصة الربح بتزيد. كلام سليم، بس خليني أقول لكم إنها مش أقوى إجابة. طيب الأرباح، يعني الواحد يركز على المكسب السريع، صفقات على الطاير كده، برضو لا. مطاردة المكسب السريع دي حاجة مغرية قوي، بس دي استراتيجية مرهقة، وفي الآخر مش هي السلاح الفعال. السلاح الحقيقي هو الوقت. أيوة، هو ده العامل الخفي اللي بيشتغل في صمته. ده الموتور الأساسي اللي بيحول المبالغ الصغيرة لثروات حقيقية مع مرور السنين. تمام، ده كلام نظري جميل قوي. بس تعالى بقى نشوف الكلام ده بالأرقام عشان الصورة تبقى واضحة تماما. إزاي يعني الوقت بيعمل السحر بتاعه ده على أرض الواقع؟ السر كله يا جماعة في مفهوم اسمه الفايدة المركبة. ببساطة شديدة يعني الفلوس بتجيب أرباح، وبعدين الأرباح دي نفسها بتبدأ تشتغل هي كمان وتجيب أرباح جديدة. الموضوع عامل زي كرة التلج بالظبط، بتبدأ حتة صغيرة ومع كل لفة تكبر وتكبر وتكبر. طيب بصوا معايا كده على الجدول ده. المثال بسيط بس عبقري. عندنا 2 مستثمرين، الاتنين بيحطوا نفس المبلغ كل شهر بالظبط، 1000 جنيه. الفرق الوحيد إن الأولاني بدأ قبل التاني ب5 سنين بس، 5 سنين. شوفوا بنفسكم بقى حجم الفرق في النهاية عمل إزاي. النتيجة مش فرق بسيط يا جماعة، لا، احنا بنتكلم في 5 أضعاف. ال5 سنين دول بس مجرد انه بدأ بدري هم اللي عملوا كل الثروة الزيادة دي. الوقت هنا هو اللي كان شغال لصالحه، بيضاعف له الأرباح حتى وهو نايم. بس الموضوع مش مجرد آلة حاسبة وأرقام وخلاص. لو مفيش عقلية صح كل ده ملوش أي لازمة. طيب إزاي بقى المستثمر الذكي بيفكر عشان يخلي الوقت ده في صفه؟ بصوا، في فريقين في الملعب ده. الفريق الأولاني ده اللي بيجري ورا المكسب السريع والضربات الكبيرة، مخاطرة عالية وتوتر على طول. والفريق التاني بقى اللي بيلعبها صح، بيركز على حاجة واحدة بس، الاستمرارية. مش مهم يكسب كام النهاردة، المهم إنه يفضل موجود في الملعب كل يوم. وهي دي الخلاصة. المستثمر اللي بيبني ثروة حقيقية مش المقامر اللي قاعد مستني ضربة حظ، لا، ده شخص بيبني عادة وبيلتزم بيها، لأنه فاهم كويس قوي إن الاستمرارية دي هي البنزين اللي بيشغل موتور الوقت. طيب، بعد كل اللي شفناه ده لازم نستوعب إن التأجيل في موضوع الاستثمار ده مش مجرد تأجيل وخلاص، لا، ده قرار له تكلفة حقيقية. كل يوم بنستناه هو فلوس بتضيع من المستقبل. والحل بسيط جدا. ابدأ النهاردة. مش مهم المبلغ كام حتى لو صغير جدا، المهم إن الواحد ياخد أول خطوة، لأن أصعب حتة هي البداية دي، وبعدها خلاص كرة التلج بتبدأ تكبر لوحدها. وقبل ما نخلص هسيب الكل يفكر في السؤال ده كويس. كل يوم بيعدي ولسه الخطوة دي متاخدتش، يا ترى تمنه بيكون كام من الثروة المستقبلية؟